ازاي البترول خلى عملة الدولار تتحكم في اقتصاد العالم كله. ايه هو البترو دولار؟ جه منين المصطلح دوت؟ بداية تسميته كانت ايه؟ ظهر نتيجة لايه؟ ايه الاسباب بتاعته؟ ليه احنا النهاردة موجودين في عالم بتحكمه امريكا من خلال الدولار؟ دي حاجات كلها اسئلة محتاجين نعرفها او نعرف اجوبتها. عمرك سألت نفسك قبل كده ليه الدولار بالذات دون عن بقية العملات كلها هو اللي احنا دايما بنتعامل بيه؟ يعني حياتنا كلها مهما كنت انت عايش فين على الكرة الأرضية أو في العالم في أي مكان لازم تعرف النهاردة سعره كام مقابل عملتك. ممكن في دول حرفيا اقتصادها بينهار لأن عملتها بتنهار قدام الدولار. ليه دايما كل حاجة ضد الدولار؟ ليه هو دايما داخل على كل حاجة في حياتنا، من شراء السلع، من الغلو، من الحاجة ترخص، من الاحتياطات الأجنبية، النقد الأجنبي للعملات، دايما هو محور القصة. طيب النهاردة هنعرف ليه الدولار هو دايما عندنا محور القصة. القصة معانا ابتدت في نهاية الحرب العالمية التانية لما كانت دول الحلفاء بقيادة أمريكا بتنتصر على دول المحور بقيادة ألمانيا. الكلام ده في سنة 1944 حصلت ساعتها اتفاقية بريتون وودز. اتفاقية بريتون وودز دي كانت بتنص على ان الدولار هو اللي هيبقى العملة الاحتياطية للعالم، في مقابل ان امريكا دايما هتدعم الدولار باحتياطي من الذهب. اللي حصل في الاتفاقية ديت ان دول العالم اجتمعت واتفقت ان كل أونصة ذهب هتبقى بتساوي 35 دولار، واي دولة معاها دولار ممكن تروح لامريكا وتطلب منها ان هي تبدل الدولار اللي معاها بالذهب. بنروح لحرب فيتنام 1955. ساعتها أمريكا دخلت فيتنام على أساس إن هي مش عايزة فيتنام تكون تبع الحزب الشيوعي، لأن كان في حرب باردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي. ابتدت أمريكا تحارب هناك والحرب دي استمرت لأكتر من 20 سنة. الموضوع طبعا استنزف احتياطات أمريكا من الذهب، لأن كان في مصاريف عالية جدا وصلت لحوالي 1.5 تريليون دولار، ده بتحويل العملة لسعر النهاردة. والكلام دوت خلى في ضغط جامد على الاقتصاد الأمريكي. ابتدت الدول الغربية بما فيهم فرنسا بقيادة شارل دي جول تشك جديا في موضوع نافذة الذهب، اللي هو ان انا اروح النهارده يبقى معايا دولار واقدر ابدله بذهب بكل بساطه من امريكا. ابتدت الدول واحده واحده تطلب اكتر واكتر ان هي تبدل الدولار بتاعها بذهب، وده خلق مشكله في الاقتصاد الامريكي، لان ساعتها ريتشارد نيكسون الرئيس الامريكي ابتدى يحصل عنده تخوف ان المخزون الامريكي من الذهب هيخلص. فحصلت ساعتها حاجه سموها صدمة نيكسون. سنة 1971 ريتشارد نيكسون أعلن رسميا انتهاء نافذة الذهب، وده معناه إن ما كانش في أي دولة هتقدر تسحب تاني ذهب على حس إن هي معاها دولار وهيبدلوه. ساعتها العالم كله اتصدم، لأن حتى أقرب حلفاء أمريكا ما كانوش عندهم علم خالص باللي أمريكا هتعمل. ابتدى الدولار ساعتها يقلب من عملة بيتم دعمها بالذهب. يعني انت النهارده المفروض لو كل 35 دولار موجودين ومطبوعين في قدامهم أونصة دهب موجودة متخزنة في أمريكا بتدعمها لو أنت عايز تبدلها. ما بقاش هو ده الموضوع، بقى الدولار معتمد على الاقتصاد الأمريكي، قوة الاقتصاد الأمريكي ومدى النفوذ الدولة الأمريكية في بس سيطرتها على العالم. طبعا الكلام دوت كان في مشاكل وجدل كبير، بس حصلت لحظة تاريخية سنة 1973 لما مصر دخلت الحرب مع إسرائيل عشان تسترد أرضها، والملك فيصل رحمه الله عمل حظر على تصدير البترول لكل الدول الداعمة لإسرائيل. ساعتها البترول طلع من 3 دولار ل 10 دولار. حصل تضخم رهيب جدا في أمريكا وفي الدول الغربية عموما الداعمة لإسرائيل. وساعتها صناع القرار في الدول الغربية ابتدوا يلاحظوا حاجة، إن الدولار هو السلعة الأهم والأقوى في العالم كله، وهي اللي بتحرك كل الدول تقريبا، لأن منها بيخرج الطاقة وبيخرج صناعة البتروكيماويات اللي هي فيها البلاستيك. بتطلع منها مشتقات كتير جدا من الصناعة ديت بتغذي الاقتصاد العالمي. ساعتها صناع القرار بعد ما لاحظوا الكلام دوت ابتدوا يفكروا في فكرة جديدة. بما ان الذهب ما بقاش حل موجود ان احنا نقدر ندعم بيه الدولار كعملة، فليه ما نربطش الدولار بالبترول؟ سنة 1944 ابتدى الرئيس ريتشارد نيكسون يبعت وزير الخارجية هنري كيسنجر عشان يعمل اتصالات مع المملكة العربية السعودية عشان يبتدي يعظم مفهوم كان موجود قبل كده. المفهوم دوت كان قائم على الحماية مقابل ضمان تدفق البترول
في السوق العالمي. اتفاقية سنة 1945 كانت مسماة اتفاقية كوينسي، هي كانت معمولة في مصر على بارجة اسمها كوينسي، ده بعد الحرب العالمية التانية. كانت بشكل أساسي في اتفاق ما بين الولايات المتحدة والسعودية على ضمان تدفق النفط في الأسواق العالمية وثبات المعروض من الخام وثبات الأسعار في مقابل ضمان الحماية الأمريكية والاستقرار في منطقة الخليج. طبعا الاتفاق دوت كان أساس لما أتى تاليا سنة 1974 اللي هو بما يسمى دلوقتي ومتعارف عليه باتفاقية البترودولار. طيب إيه هي بقى اتفاقية البترودولار؟ اتفاقية البترودولار ديت في اتفاق ضمني ما بين الولايات المتحدة والسعودية خصوصا ودول الخليج عموما بضمان إن يكون في حماية أمريكية ونقل التكنولوجيا والمساعدة في الأمن القومي مقابل إن يتم استثمار الفائض من عائدات بيع البترول في الولايات المتحدة، ده زائد إن دول الخليج ما تبيعش البترول بتاعها غير بعملة الدولار. طيب عشان برضو نكون فاهمين إيه معنى إن الخليج ما يقدرش يبيع العملة بتاعته غير بالدولار. الاتفاق كان ما بين أمريكا ودول الخليج على مجموعة من الالتزامات المتبادلة. أمريكا كانت هتلتزم بالأمن القومي لدول الخليج، كانت هتلتزم بالتطوير أو المساعدة في تطوير البنية التحتية الخليجية ونقل التكنولوجيا. الناحية التانية دول الخليج هتلتزم بحاجتين، دايما تسعر وتبيع البترول بالدولار، وأي فوائد بتكون من عملية بيع البترول بيعيد استثمارها تاني في أمريكا. ده نتج عنه طبعا بروز أو طلوع مصطلح البترودولار. دلوقتي البترودولار إيه تأثيره على حياتنا اليومية؟ أي دولة في العالم كله لازم تشغل مصانعها بالطاقة القايمة أو تمشي عربياتها كتير جدا، بتضطر تدخل مدخلات في صناعتها ليها علاقة بالبترول. البتروكيماويات النهاردة بتخش في مئات إن ما كانش آلاف الصناعات اللي موجودة حوالينا واللي احنا بنستخدمها بشكل يومي، من بلاستيكات، من تصنيع رقائق النيتروجين اللي بيستخدم اللي بيخرج مع الغاز الطبيعي على سبيل المثال، وبيتم تبريد بيه المكن اللي بيتم تصنيع فيه الشيبس اللي بنستخدمها في الموبايل وفي التليفون وفي التلفزيون وفي كل حاجة ليها علاقة بالإلكترونيكس. الطاقة بتاعتنا من بنزين، من ديزل، من سولار، من غاز طبيعي اللي بنقدر ندفي بيوتنا ونشغل بيه التكييفات. كل الحاجات دي في الأول وفي الآخر بيتم إنتاج almost 20% منها في دول الخليج العربي، وده اللي بيمنح سيطرة للدولار الأمريكي مطلقة على التعاملات اليومية في العالم. طيب ده معناه إيه؟ أنا النهاردة عشان أقدر أشتري بترول من دول الخليج أو أشتري بترول من أي دولة تانية ببتدي أدفع سعر البترول ده وأقومه بعملة الدولار. لو أنا النهاردة محتاج أدفع بعملة الدولار يبقى أنا عشان أبيع أي سلعة عندي، عشان أبيع أي حاجة، عشان أبيع حاجة خارجة من الاقتصاد بتاعي كموبايل، كعربية، كأي منتج أنا بطلعه من الاقتصاد ببتدي أسعره كمان بالدولار عشان أقدر أتحصل على العملة الصعبة ديت. ده اللي بيخلي حياتنا كل يوم مربوطة بالدولار، وده اللي خلى مصطلح البترودولار يبقى حاضر النهاردة وبقوة. إيه انعكاسات دوت على كل البلاد وكل الدول؟ ده ادى لأمريكا أو الحكومة الأمريكية سيطرة قوية جدا 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 على صنع القرار وتحكم كبير جدا على الاقتصاد العالمي. ادى أمريكا الامتياز إن هي تقدر تستلف فوق 39 تريليون دولار، واللي هو مبلغ خزعبلي طبعا، اللي هو تعدى الناتج الإجمالي القومي دلوقتي لأمريكا بدون أي عواقب، لأن النهاردة أمريكا بتدفع ديونها كلها وبتستلف من كل اللي بيدينوها بالدولار، وبكل بساطة أمريكا ممكن تتبع دولار وتسد ديونها وتستلف تاني. ده اللي خلى كل إدارة أمريكية موجودة بتسد عجز ميزانيتها من الدولار اللي بتطبعه في أمريكا، لأن بكل بساطة مفيش أي حد يقدر يعجز أمريكا طول ما هو مدينها بعملتها. هل في دول النهاردة بتحاول تكسر هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي أو تكسر مفهوم البترودولار زي ما احنا عارفينه؟ في ناقلة نفط باكستانية محملة بالنفط عدت من مضيق هرمز وكانت مسعرة باليوان الصيني. دي طبعا خطوة رمزية ولكنها تظل كبيرة جدا في مفهوم كسر نظام البترودولار القائم حاليا على العالم. ده مفهوم بدأته دول بريكس: الصين، الهند، روسيا، جنوب أفريقيا والبرازيل. من فترة طويلة والتكتل الاقتصادي ده بيحاول يبعد واحدة واحدة عن
الهيمنة الأمريكية للدولار، وبيحاولوا يعملوا عملة موحدة متبادلة. هي طبعًا بتواجه صعوبات كتير، ولكن المبدأ نفسه كونه إن هو موجود وفي دول بتسعى لتطبيقه، فده النهارده بيدل على إن في اتجاه عالمي لمحاولة تجنب الدولار في التعاملات اليومية. ده غير طبعًا إن الحرب اللي حصلت ما بين إسرائيل وأمريكا من جهة وإيران من جهة تانية، أثّرت بطريقة قوية جدًا على المعادلة أو الاتفاقية اللي كانت ملتزمة بيها دول الخليج مع أمريكا، لأن الحرب اللي حصلت ديّة حطّت الاتفاقية الأمنية في مهب الريح. لمّا النهارده دول الخليج تتعرّض فيها البنية التحتية للقصف من جانب طبعًا الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني في حرب هي ما لهاش علاقة بيها، نظرًا لأن القواعد الأمريكية اللي المفروض بتحمي الأراضي ديّة موجودة عليها، فده النهارده بيمثّل عبء أمني، مش بيمثّل حماية أو مظلة أمنية لدول الخليج. ده النهارده بيعيد ترتيب الحسابات في دول الخليج، وطبعًا توابع اللي حصل دوّة إن لو في إعادة تقييم لاتفاقية البترودولار، وابتدت الدول الخليجية تبيع المعروض عندها من البترول بعُمَل أخرى غير الدولار الأمريكي، ساعتها هتكون كارثة للاقتصاد الأمريكي. النهارده الاقتصاد الأمريكي مديون بأكتر من 39 تريليون دولار. معنى كده إن لو الفايدة طلعت بس ب1 أو 2% على رَد فوائد الديون ديّة، فايدة الدين اللي هيتحمّلها الاقتصاد الأمريكي هتبقى خُزعبلية. هتضطر ساعتها الحكومة الأمريكية تاخد إجراءات ممكن إحنا بنشوفها كتير بس عمر ما المواطن الأمريكي حَس بيها، زي التقشُّف، زي إن هم يرفعوا الضرايب، زي إن هم يبتدوا يعملوا اقتصاصات من الميزانيات بتاعتهم سواء للرعاية الصحية أو للدفاع أو لحاجات تانية كتير. النهارده حرفيًا دول الخليج هي اللي بتتحكم في أقوى سلاح بتمتلكه أمريكا في العالم كله، اللي هو الدولار. قوة أمريكا الفعلية مش بقوتها العسكرية ولا بأي حاجة تانية، أمريكا قوتها الفعلية بالدولار، وده اللي ممكن بكل بساطة لو دول الخليج ابتدت تنسحب منه يكون تأثيره كارثي على الاقتصاد الأمريكي. وهي دي قصة إزاي البترول خلى عملة الدولار تتحكم في اقتصاد العالم كله.